كنت شغال لوحدي في مشرحة المستشفى. الساعة 3 الفجر وصلت جثة بنت شابة. التقرير بيقول توقف مفاجئ في عضلة القلب. وأنا بقلب في الورق سمعت شقة جاية من عند تلاجة الجثث. التلاجة نفسها كانت بتترج. لما فتحت الباب لقيت الجثة مقلوبة على جنبها، وشعرها واقع على الأرض، ووشها كان متحول، لونه مزرق، وضوافرها كانت متشققة كأنها بتحاول تفتح التلاجة من جوه. قربت أشوف، سمعت نفس تقيل ورا ودني. لفيت، مكانش في حد. بصيت للجثة تاني، لقيتها قريبة أوي من وشي بطريقة مش طبيعية. عينها كانت منفوخة وبصة جوه عيني. فجأة مسكت في رقبتي بقوة. صوابعها كانت باردة كأنها تلج. كنت سامع صوت عضمها وهو بيطقطق وهي بتحركه. صرخت صرخة كانت مكتومة وملهاش صوت. فجأة لقيت نفسي صحيت. كنت نايم في المشرحة في الوردية، والنور النيوم فوق دماغي. انا قلت ده اكيد كان كابوس. ايوه اكيد هو كابوس. بس لما بصيت في المراية لقيت اثر صوابعها لسه معلم في رقبتي.